بعد الرحلة التاريخية في مونديال قطر طويت صفحة مجيدة طبعا، لكن فصلا جديدا بدأ لأسود الأطلس، والآن كل العيون على هدف واحد: كأس العالم 2026. طيب، كيف تبدو ملامح هذه الحقبة الجديدة؟ خلونا نكتشف مع بعض. هذه الكلمات مش مجرد شعر، صح؟ هي فعلاً تجسيد للإحساس اللي زرعه الأسود في قلوبنا كلنا. بتفكرنا بالفخر اللي عشناه، وهي بالضبط نفس الروح اللي الفريق محتاجها اليوم وهو يستعد للتحديات الجاية. تمام، خلونا ندخل في الموضوع. كل حقبة جديدة لازم تبدأ بتغييرات كبيرة، وهذا بالضبط اللي بمر فيه منتخبنا الوطني في هذه الفترة الحاسمة جداً. مع رحيل مهندس الملحمة وليد الركراكي انطوت صفحة من ذهب، والآن صفحة جديدة تماماً انفتحت، وعنوانها واضح وكبير: حلم مونديال 2026. التحضيرات بدأت من الآن، والجدية هي شعار المرحلة. طيب، مين اللي راح يقود السفينة في رحلتها الجديدة؟ إنه محمد وهبي، اسم يعرف طعم النجاح كويس، خصوصاً بعد ما قاد منتخب الشباب لإنجاز عالمي. يعني اختياره مش صدفي أبداً، بل هي رسالة واضحة: التركيز على المستقبل وبناء جيل جديد من الأبطال. لكن الكلام وحده ما يكفي، صح؟ كل بداية جديدة لازمها اختبار حقيقي على أرض الملعب. خلونا نشوف إيش هو أول تحدي كبير ينتظر الأسود في عهدهم الجديد. شوفوا، مواجهة الإكوادور وباراغواي لا تخلوا كلمة ودية تخدعكم. هاي المباريات هي أول اختبار حقيقي لفكر المدرب الجديد، وفرصة نشوف فيها هوية الفريق الجديدة والأسماء اللي استدعاها لأول مرة، وكل هذا ضد مدارس كروية لاتينية معروفة بصلابتها ومهارتها. بس قبل ما نبدأ نتوقع ونحلل، إيش رأيكم نرجع للتاريخ شوية؟ يعني كيف كان سجل المغرب ضد منتخبات أمريكا الجنوبية الصعبة هذه؟ الأرقام هون بتحكي القصة كلها: فوزين فقط من أصل 14 مباراة و8 هزائم. هذا السجل مش بس بيوضح لنا حجم التحدي، لا، هو بيضاعف من أهمية المباراتين الجايين. فهل يا ترى الجيل الجديد قادر يغير هذا الواقع؟ قيادة جديدة، تحديات جديدة، طبيعي جداً أننا نشوف دماء جديدة. حان الوقت نتعرف على الأسماء اللي اختارها المدرب وهبي عشان يبدأ فيها هذه المرحلة، ونفهم فلسفته في التجديد. أول ما نشوف قائمة المدرب وهبي، الاستراتيجية تبدو واضحة جداً: تشبيب الفريق. الفكرة هي خلق مزيج، خلطة متفجرة بين طاقة الشباب الطموح وحكمة وخبرة جيل 2022 الذهبي. السؤال هو: هل هذه الوصفة رح تنجح؟ وهنا كانت المفاجأة الحقيقية. جرأة المدرب كانت لدرجة أن حتى الذكاء الاصطناعي ما توقعها. يعني بينما الخوارزميات كانت تراهن على الأسماء المعروفة، وهبي كسر كل التوقعات واستدعى وجوها جديدة تماما. وهذه إشارة واضحة إن الباب مفتوح لكل من يستحق. ويمكن أقوى رسالة ما كانت في اللي حضروا بل في اللي غابوا. أسماء كبيرة كانت هي العمود الفقري للمنتخب ما كانت موجودة هذه المرة. القرار مدوي وواضح: ما في مكان محجوز لأحد، والأداء في الملعب هو الحكم الوحيد. طبعاً بناء فريق للمستقبل مش طريق مفروش بالورود، العقبات لازم تظهر، والمشكلة إنها بدأت تظهر من بدري. يا دوب المدرب الجديد بدأ يحط لمساته الأولى، حتى ظهر شبح مقلق. موجة إصابات بدأت تضرب الفريق وتهدد إنها تبعثر كل الأوراق في وقت حساس جداً. وهنا تكمن المشكلة الكبيرة. هذه مش مجرد أسماء، هذه هي أعمدة الفريق في الوسط والدفاع. غياب لاعب واحد منهم مؤثر، فما بالكم لو غابوا كلهم؟ هذا ممكن يعني إننا رح نشوف فريق مختلف تماماً في أول اختبار حقيقي له. لكن عشان نفهم أهمية هذه المرحلة، لازم نرفع نظرنا عن الملعب للحظة، لأن المنتخب الوطني المغربي مش مجرد 11 لاعب، هو رمز أكبر بكثير. هذه المقولة تلخص كل شيء. كرة القدم تحولت، ما عادت مجرد لعبة، صارت مصدر فرح، لحظة نادرة للوحدة الوطنية، ومنصة نعبر فيها عن هويتنا وانتمائنا. ملحمة 2022 ما كانت مجرد انتصارات رياضية، كانت نبض وحد قلوب المغاربة والعرب والأفارقة. عشان كذا هذا الجيل الجديد يحمل على عاتقه إرث ثقيل وتوقعات بحجم السماء، لأن هذا الفريق لم يعد يمثل نفسه فقط، بل يمثل حلم أمة بأكملها. وهنا نوصل للسؤال الأهم اللي يدور في بال الجميع:
مع كل هذه التغييرات وكل هذه التحديات والآمال المعقودة، هل رح يقدر هذا الجيل الجديد بدمائه الشابة وقيادته الطموحة إنه يحمل هذا الإرث الثقيل ويكمل كتابة التاريخ؟ الأيام الجاية هي اللي رح تجاوبنا.